ان انا لازم اكون خريجة كلية حاسبات او هندسة قسم حاسبات. وده يمكن من اكبر الخرافات اللي بسمعها يعني، لان ده مش شرط خالص. ناس كتير جدا نجحت في المجال ده وما كانتش اصلا في كليات ريليتد بالبرمجة او انها بتدرسها او انها خريجة منها. المنصات الموجودة على الانترنت والمواقع واليوتيوب والكلام ده ما خلاش، يعني حقيقي هتلاقي اي حاجة انت محتاج تتعلمها في الجامعة. يمكن اصلا الجامعة مستحيل تكون بتعلمها، لان دايما حتى كلية حسابات ذات نفسها ما بتدكش غير الاساسيات اللي انت محتاجها كمبرمج. بعد كده انت بتطور نفسك لوحدك، فانت كده كده في الكلية ما بتاخدش غير الحاجات الاساسية. طب الشاطر هو اللي بيطور نفسه باستمرار وبيذاكر باستمرار ايا كان بقى هو. خلاص انت حابب المجال وانت مش خريج حاسبات، دي مش مشكله، عادي، انت ممكن تتعلم لوحدك وتذاكر لوحدك وتشتغل فريلانسر. وغير كده بعض الشركات ما بتهتمش اصلا بالشهاده اذا كنت انت خريج ايه. عادي ممكن انت شركات شايفتك كويس في سكيل معينه هتاخدك وهتشتغل معاها. فدي ما ينفعش يكون عائق ليك يا صاحبي. اخر